السلام عليكم حبيباتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كتكونوا بخير وبصحه وعافيه. مرحبا بكم في قناتكم اما يار ديزات. اليوم حبيباتي مع فيديو جديد غادي نشارك معكم واش درت الغدا، وصفه خبز الشحمه ولا كسره الشحمه ولا كل واحد كيفاش يسميها على طريقتي بيان سور. وهاد لاغوسيت يعني حقيقه مرت خويا هي اللي عطاتها لي وراني نخدم بها، يعني كما نقولوا هذه مده وانا نخدم بها وكاع. وهاد المره قلت نبارطاجيها معكم، درتها لدار شيخي باسكو ما يبغوها يموتوا عليها. ايا قلت كي يعني انا ونديرها لهم نصور لكم تشوفوا كيفاش غادي نخدمها وغادي نشارك معكم تاني هكا روتين هكا من بعد مع خواتات الزوج وكاع. المهم قعدوا معي لنهايه الفيديو باش نشوفوا يعني النهار تاع اليوم كيفاش غادي يفوت، ونقولوا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. نبداو في الفيديو تاعنا. هنا اول حاجه حبيبتي حكمي مقله حطي فيها كونتيتي مليحه تاع الزيت ولا الشحمه كما حبيتي. انا هنايا بغيت نديرها بالشحمه درتها بالزيت. هنا حكمي البصله رحيها في الاشوار هكا تكون رقيقه ما ترحيهاش كاع تولي ما مع سنينه تاع الثوم تاني هما ترحيهم مع البصله وتخليها فوق النار يعني تتقلى هذيك البصله مليح حتى تدبع. في هذاك الوقت البصله اللي راها تدبان لي هنايا درت الفلفل الاخضر الحلو والحار. نتوما اللي تبغوا يعني عائله تبغي الحار بزاف ديروه حار، ولا كان كيما انا هنايا درت على جاتنيك الاولاد ما ياكلوش داك الحار يعني اللي بزاف. خلطت درت راس تاع حار وزوج ريصان تاع فلفل حلو، خاطش هذا الفلفل حار بزاف. هنا كيما قلت لكم بعد ما تقلات لي هذيك البصله ضفت هذاك الفلفل وخليتهم يطيبوا. كي طابوا لي درت مغرف صغيره تاع طوماطيش كونسونطري. وهنا البنات الامانه راني زدت يعني درت مغرف كبيره تاع طوماطيش تاع القوطي هذه. درت لها قطره تاع ماء غير باش حرحرتها وغادي نخلط يعني كلشي مع بعضها حتى تروح لي هذيك الحموضه تاع الطوماطيش. وهذه لاصوص طيب بلا ما بيان سور كما شفتوا القزه اللي درتها تاع الماء يعني اللي درتها في الطوماطيش وخليوها يعني الطيب تنشف غايه. هنا لي زيبيس هنا واش نحتاج الملح فلفل الكحل والفلفل العكري. وعندي المكون الرئيسي اللي هو القزبر حب مرحي. القزبر يعني اليابس المرحي محمص لازم تحمصوه باش تضيفوه في هذه الوصفه. انا راه ما بانتش هنايا برك في المونتاج، انا في قولاني نصور وانا مانيش قاعده نصور راحت لي هذه اللقطه. من بعد البنات واخر لمسه اللي هي رشه تاع السكر ضروريه البنات ديروها تعطي واحد الكو بزاف شباب وفي نفس الوقت تنحي لنا هذيك الحموضه نتاع الطوماطيش. نخليو الحشو على جهه يبرد. نروحوا للعجينه. هنا عندي زوج غرافه يكونوا معمرين مليح كما شفتوا تاع الفارينه اي نوعيه تخدموا بها، غرفيه نورمال اللي ناكلوا بها الحريره. هنايا عندي مغرف صغيره كما كنتوا تشوفوا وعندي مغرف اللي كتر عليها. انا غادي نخير المغرف اللي قل يعني تاع السكر اللي نسكروا بها. عندي مغرف صغيره تاع الملح، مغرف صغيره تاع خميره الخبز، ومغرف صغيره تاع السكر. وهنايا الكميه هذه البنات راح تعطيكم 6 خبزات. هي يعني كل غرفيه تعطيك زوج. انا درت هنايا على اساس 4 خبزات مع هذوك لي شوت وكاع اللي بقاو من العجينه وكاع زادوا خرجوا لي يعني كما قلت لكم 6 خبزات. نتوما الا كانت العائله غير نتيا والزوج ووليداتك يعني حاجه 4 عباد ديري غير غرفيه راح تكفيك يعني 2 خبزات وحتخرج لك يعني الخبزه الثالثه. المهم هنايا لميتها بالماء يكون دافي، عجنتها واحد 2 دقائق ولا هذا ما كان. والعجينه لازم تكون طريه كما راكم تشوفوا، ما ديروهاش يابسه نهائيا، لازم هكا طريه. غادي تعجنوها يعني تولي رطبه كيما هكا في نفس الوقت تلصق في اليد. لازم العجين يعني يبقى يلصق في اليد. المهم غطيوها وخلوها تريح كما قلت لكم 20 دقيقه ماكسيموم ونروحوا نبداو نشكلوا يعني في الكسره تاعنا. هنايا شوفوا هنايا بعد ما خليتها كما قلت لكم حوالي 20 دقيقه يعني ما فتهاش بديت يعني نطيب. هنا ديجا تشوفوها بدات تخمر مع الحل راه حامي وكاع يعني ديجا خمرت. وانا يعني في هذه الوصفه ما نحتاجهاش يعني تخمر ولا تطلع ولا انا اصلا راح نديرها رقيقه فهمتوا. المهم هنا لازم ديروا الفارينه خاطش كما قلت لكم لازم ديروها يعني العجينه تكون تلصق في اليد، لازم تستعينوا بالفارينه سينو يعني العجينه يغلبكم. المهم انايا قطعت شكلتها هكا على حسب الكويرات يعني اللي غادي نديرهم. كما قلت لكم درت على اساس 4 خبزات وكل يعني كل خبزه راح ندير لي 2 كويرات صغيره يعني 2 كويرات في الخبزه واحده باش ندير الطبقه الاولى وندير الطبقه الزوجه اللي من فوق خاطر راح نخدمها بالسيار. المهم هنايا كي كملت التشكيل تاعهم غطيتهم بصاشيه وخليتهم يريحوا واحد 5 دقائق هذا ما كان غير باش يساعدوني كي نكون نحل فيهم.
هنا نبدا بالحبه الاولى هذيك اللي طلقتها، يعني بالحبه الاولى هذيك اللي قرصتها نبدا بها هي الاولى. نحلها مليح كما كتشوفوا، لازم تكون رقيقه كيما هكا، ونفضها من هذيك الفرينه ونحطها على الغربال ونحط هذاك الحشو تاعي. هنا بيان سور الحشو كما حبيتو نتوما، بغيتوه باغي هكا سامبل، بغيتو ديروا بالكفته، بغيتو ديروا فيه الفرماج رابي كيما حبيتو. الحشو يعني ما تعمروهاش بزاف، يعني الواحد يقعد ياكل وهذيك البصله تقعد تطيح منه من، لا ديروها نورمال، يعني تبقى تكون متوسطه كما كتشوفوا، يعني شويه رقيقه باش يعني الحبه تجيكم مليحه، يعني اللي كي يكون ياكلها البنادم يكون لازم ماشي هو يعضو الحشو يخرج منه فهمتم. وثاني في نفس الوقت ما ديروهاش كاع ما فيهاش كاع يعني الحشو. نروح للزوجه ثاني، هي كما قلت لكم سرحها ثاني رقيقه، نفضها من ديك الفارينه ونسرحها هكا ثاني فوق هذاك الحشو. من بعد نضغط في الجوانب ونفوت عليها بهذاك الرول ولا القنوط ولا كل فاش يقول له ايا، ونكون حطيت الطاجين تاعي يسخن، ندير له شويه زيت ونبدا نطيب. وهنايا كي تلوحوا الحبه غير بالسياس، يعني سيسوها في الجوانب خاطش شويه تلصق كما قلت لكم العجينه طريه بزاف، غير سيسوها غير بالسياس كيما راه واضح، مبغاش نقطعها لكم يعني غير بشويه يتهبط وحدها. ندير عليها شويه زيت من فوق. وهنا البنات باش تجيكم يعني مفارغه من داخل وكاع، هنا غير تشوفها بدات دير هكا واحد النبولات كيما هكا، قلبوها يعني ماشي حتى طيب 100% من تحت. وهنا راني تقبتها البنات، دوك هذه الجهه اللي تقبتها انا ما حاش تتنفخ، تتنفخ غير الجهه اللي من هذه الجهه اللي منها والهواء يخرج منها. المهم بزاف بنينه هذه، غير صدقوني خير من المحاجب، وكي نديرها في دار شيخي والله غير حبتها ما تبقاش، غير يبغوها بزاف. المهم هنايا غادي نورمال تقلبيها وتبداي طيبي عادي حتى يعني اللون اللي حبيتيه نتيا. انا غادي حنزيد معكم واحده اخرى يعني باش تشوفوها باللي الوصفه ناجحه وغادي تستنفخ معكم وكاع كيما قلت لكم، غير سيسوها. والحاجه اللي ناكد لكم عليها هي انه لازم ديروا شويه زيت من فوق، يعني كي تحطوا الحبه وتقلبوها يعني ما تطيبش، ما تخلوهاش طيب 100%. غير تشوفوها بدات يعني هكا كدير حبيبات هكا يعني بدات تتبوط، قلبوها باش تتنفخ معاكم. اذا حبيباتي هذا هو الغداء تاعنا. درت لهم كما قلت لكم خبز شحمه، وزدت درت الفريك يعني شربه فريك باللحم، وقليت شويه اللحم والسلطه، والحمد لله ربي عندي معها نعمه ويحفظها من الزوال. المهم درك نروحوا حبيباتي للعشيه. هنايا العشيه كانت مرت سلفي صغيره دارت لنا الغرايب في البغرير، وعطيتكم لقطات برك يعني الوصفه راها في القناه بالتفصيل. دارتو مرت سلفي الكبيره، دارتو خت الزوج، درتو انايا. المهم يعني الوصفه راها كاينه بالتفصيل، يعني هذا الغرايف ولا البغرير اللي يتعجن ماشي تاع الميكسر. المهم عطيتكم لقطات هكا برك باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. انا كيما شفتوا حطيت سميد متوسط، يعني رايح شويه للرطب، الملح، الخميره تاع الخبز، وعجنته يعني بالماء. العجينه تكون يابسه شويه، خلتها ترتاح شويه، ومن بعد بدات تعجن فيها وتطلق فيها بالماء. وهنا ياخذكم ناض لها المصران، درت تيزانه باش يعني يخفي عليا شويه. البنات انا ندير الكمون والبسباس وحبه حلاوه. اللي تعرف كاش عفسه واحده اخرى على المصران تقولها لي في التعليقات. انا البنات راه ندير هذه العفسه بيدها كما هاك باش تشوف باللي العجين كامل تاجن وما راهش محوت كما يقولوا هما، يعني العجين كامل راه صافي ما فيش الحبيبات. من بعد البنات حكمت حطته في كوكوطه ولا كاش عفسه، دارت له العظام اللي هو البيض، حطيت انايا 2 بيضات. من بعد تزيد الخميره تاع الكاطو وتبدا تطيب. انا بالنسبه للطياب نطيبوه في الطاجين تاع الطين، وهنا داروا الملح. من بعد يديروا تاني صفار بيضاء ويدهنوا بها الطاجين باش ما يلصق لهمش كي يكونوا يطيبوا. وكان اللي يدير صابون الطرف يدهنوا به الطاجين قبل ما يطيبوا البغرير. وهنايا كان الاخر البغرير طلع كما شفتوا، وبدينا يعني بدات مرسل فيه الطيب مباشره. شوفوا الله يبارك فيه جا ما شاء الله. يعني هذه الحبه الاولى صورتها لكم البنات، والله يعني ماشي كوبيتها ولا غير الحبه الاولى. شوفوا جا ما شاء الله. من بعد دارت له الزبده تاع البقري وزبده نورمال تاع صال. وهنايا دار شيخي ما ياكلهمش بالعسل، ياكلوهم يعني هكاك غير بالزبده. تقهوينا والحمد لله جاو بزاف خفاف بنان.
يعني يعطيها الصحة مرت سلفي. المهم دروك كي تقهوينا وكملنا خرجنا للجردة تاع شي غير اللي هذا النهار كان بزاف شباب مغيم كيما على بالكم حنا جماعة الصحراء نبغوا هذا الجو اللي يكون مغيم نحسبوا هذا الراحة ما تأمنوش. خرجنا هكا سقيتها انا شوية غادي نخليكم هكا مع فيديو عفوي مع يعني ناس داري ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. الى لحقتي حبيبتي معايا لهنايا ديري لي جيم وخلي لي تعليق وبارطاجي الفيديو الا بغيتي صحه ولا ما بغيتي صحه معليش. هيا صحه هيا تروحوا معايا دركا فشي اللي منا. واش جارتي جارتي شحوالك لاباس هانيه قالت لك معطيني حبه طوماطيش اللي عندك. طوماطيش حبه ما كاش خليت على الباطا نعطيك مغرفه فيك. ولا عطيني طوماطيش تاع الحبه غنديروها في السلطه حبيبتي. والله الحبه هذيك تملومه ملاطي في بعضها هكذا والله شهيب. بس نعطيك بس. هذه اخت الزوج تاعي في الكوزينه. هيا تفكرنا بكري يا ربي بكري كانوا يطلبوا هكا يقول لك ما عطيني حبه طوماطيش عطيني حبه بصل جوارين. دروك عاد ما كانش هذه العاده. وفي هذه الجهه اللي منا كانت خوت الزوج واحده اخرى كانت فوق الشجره تاع المولايس كتنحينا في المولايس كما يقولوا صحاب الشرق زعرور الى اخره. احنا نقولوا المولايس ماشي زعرور. المهم صورت لكم هكا ثاني شويه. شوفوا وين حطوهم. راك سني الحريق هنا المره اللي فاتت كي خرجت. وهنايا الحق وقت العشاء كانت خوت الزوج دارت لنا البربوشه اللي هي الطعام بالعصبانه جات بنينه بزاف. البربوشه جات علامه. ونروح دركا للمشتريات بارت 2. اللي ما شافتش الفيديو الاول تاع المشتريات نقول لك حبيبتي راكي مضيعه بزاف. انا البنات كنت شريت دراوات لولادي واحد لبنتي وواحد لولدي. الولدي في الازرق والبنتي في الغوز. وشريت درا تانيك تاع دو بلاص في الاصفر. وشريت المخاد 4 يعني ليا ولا للزوج ووليداتي. وهذا مكان درك حبيباتي نقول لكم تهلاو في رواحكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ولا روتين جديد. مع السلامه.